الاكله بتاعتنا من اكلات اخر الشهر، واعملوا بقى لايك واشتركوا في القناه وفعلوا الجرس. وشكرا لكم جميعا اللي من مصر واللي بره مصر، وكل اللي بتشتري شكرا له وبحبه في الله. شوفوا بقى المنظر ده، شوفوا الصينيه عشان احنا عملناها من الاول. شايفين بتجري في الصينيه ازاي؟ ليه؟ عشان احنا حطينا حبه الزيت دول على الصينيه، والثانيه نفس الحكايه. طلعوها بقى تلاقوها مقليه من تحت. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ ان شاء الله تكونوا بخير وفي احسن صحه وحال. هنعمل مع بعض النهارده اكله شعبيه بقى من اكلات اخر الشهر بطريقه سهله وبسيطه وجميله. شفتوا بقى الخضار بغسله انشفه والفه في فوطه كده واحطه في شنطه وفي الثلاجه يعيش معاكي فتره كبيره. هنعمل ايه بقى مع بعض النهارده؟ تعالوا نشوف هنعمل ايه الاول. هي اكله شعبيه هتبقى كذا حاجه مع بعض كده. عندنا كده بقى حبتين بتنجان قطعناهم وقشرناهم، هنرش عليهم ملح يدبلهم شويه. على البتنجان ليمون كمان عشان ما يغمقش. تعالوا اقول لكم هنعمل ايه. صلاه على النبي كده. عندنا قرن فلفل وتومه فيها بقى خلطه وكزبره وكمون وفيها كل حاجه. التومه دي وفلفل حامي وكل الحاجات اللي بقول لكم عليها دي موجوده في التومه دي. هنعمل طبق فول على طريقه زمان. جربوا طريقه الفول دي هتلاقوا حاجه حلوه. تعالي بقى احط فوقه كده التومه اتشربت، تروحي حاطه لها بقى حبايه طماطم، حبايه ونص كده. نقلبي دي وهتظبطي تلاقي كمون وكزبره. ما تحطيش اكتر من كده. عامله لكم الفول ده بقى على طريقه امي الله يرحمها، كانت تعمل الفول كده ولا كنت تسيب اللحمه على الجنب. هو بس حبايه الطماطم اللي بدات تنزل نروح بقى جايه حاطه لها الفول. الفول ده انا عاملاه مضبط الهند برندر وحطاه في الفريزر بطلعه. حلو يا جماعه وموفر واقتصادي وتاكلي حاجه حلوه نضيفه بجد، احسن من الفول اللي بيجي من بره ب 100,000 مره. واعملي عملنا اجمل طبق فول. تسيب اللحمه وتاكليه الله الله على الجامد. شايفين المنظر؟ خلص الطبق الفول بتاعنا على كده ونشيله. ايه رايكم بقى في لون البطاطس كده استوت سوا تاني؟ كل اللي عاملين ان انا هطلعها بقى هاخدها من الزيت خالص كده. شايفين عامله ازاي؟ بطاطس بقى من اللي هي ما بتشربش زيت. حط عليهم البصل ده فلفل برضه ضربته في حبه كده، قرنان 2 فلفل بلدي عادي. انا هعمل ايه؟ هعمل عجه. العجه ديت هتبقى يعني على طريقه زمان خالص. احنا هنعمل نوعين 2 من العجه، واحده على طريقه زمان وواحده على طريقه الايام. ماشيين معايا ونشوف ايه اللي هتعجبكم اكتر. انا عندي طماطم مصلصه معموله زي الخلطه كده، انا عاملاها في الدرج. والبصله يا دوبك كده تصفرت لونت، تروح ايه حاطه عليها الطماطم وتظبطي حياقها وما تحطيش حاجه تاني بقى ايه. وكده يبقى عملنا صلصه التغذيه اللي هي بتاعت ايه العجه بتاع زمان. يبقى طماطم وبصل وفلفل وزيت. حطيت بصلتين تحت ايه كمون وكزبره وفلفل اسود وملح. غير كده مش حاطه كمون وكزبره. وكده الصلصه بتاعتي اتظبطت واتظبطت كده خلصت خالص. على طريقه جميله للبطاطس. طبق كده يبقى ايه كأنه طبق سلطه بطاطس. عندنا ايه بطاطس محمره غير، وعندنا عليها حبه فلفل قليلين اول ما كانوا في الكبه كده، وهنحط عليها بهارات بطاطس كده. دي بهارات بطاطس اللي بنشتريها جاهزه. واهم حاجه الخضره وهي لسه سخنه قوي كده. حته تومه بقى من الدقه بتاعت توم او فصين توم عاديين خالص وخرطوهم فوقيها وهي لسه سخنه كده. وتفرجي على البطاطس وما تقوليش لعدوك عليها. اهم حاجه شبت والثوم يا جماله بقى طبق البطاطس الله عليه. حطي بقى كده شمي ريحته وكلي بدايه. ده بنحمر البتنجان هو كمان. عملنا بقى ايه؟ نقصنا الزيت طبعا. وهنعمل ايه؟ حطينا دي توم وهنروح حاطين بقى بعد ما اتفرط كده هنحط عليه بصله مع فلفلايه حاميه. احنا هنعمل كده المسقعه بتاع الايام دي بقى السريعه. انا عملت المسقعه بتاع زمان لسه ما نزلتهاش، ودي المسقعه بتاع الزمن اللي احنا فيه. السريعه دي مسقعه المحلات يا جماعه اللي بتتعمل في الشارع مع عند الطرق كل الطعميه. تعملوها ايه؟ احنا الخلطه دي مع بعضها كده. تعالوا بقى نحط لها شويه خل. هو ده الفرق بين وهنحط شويه كده من البقدونس الصغيرين مش شبت، حاجه بسيطه خالص كده. ده على ريحه الخل لما طلعت بقى. هنحط بقى ايه شويه من الصلصه بتاعتنا دي مكترناها عشان هي متبقاش حمرا قوي. نعمل ايه بقى؟ هنحط بتنجان وهنحط البطاطس. احنا حطينا فلفل
وهنديهم بقى تقليبه ببعض غلوتين تلاته كده، يشربوا بقى من الخلطه الجميله دي، وتبقى خلصت كده ايه المسقعه بتاعتنا. ممكن نحط لها بقى شويه ميه تاني ونسويها بقى بعضها كده تشرب من بعض دقيقتين تلاته كده وخلاص. ودي المسقعه بتوع الفول والطعميه، الناس بتحبها جدا وبتلحقوا عليها. هنحط بصل، ده البصل شوحناه كده لدرجه ان هو اصفر خالص اهو، بدأ حتى من تحت ياخد لون. وايه حطينا فلفل اخضر، هنحط فلفل الوان. احنا كده هنعمل العجه اللي هي بتاع الايام، يبقى عجه من الزمن القديم وعجه من الزمن الجديد كده، ما بتحرمكوش من حاجه. هنشوح طماطم قليلين قوي هنا، وهنحط طماطم متقطعه. هي دي الاختراعات الجديده يا جماعه في العجه. هعمل لكم عجه زمان وعجه الايام. والبطاطس الاثنين هحط لكم، وانتوا بقى قيموا الاثنين. بالصلاه على النبي، شايفين المنظر. على الصلصه بقى خضره، بقدونس وشبت، ولو في كزبره حطوا هنا اهو. تعالوا بقى اقول لكم هنعمل شويه بطاطس اللي عامل ريجيم. شويه البطاطس دول هيبقى فيهم عليهم ايه؟ ده توم متقطع، حته زبده صغيره كده، حبه بقدونس وشبت برده. والبهارات بتاعتنا هتبقى ايه؟ عباره عن ايه؟ كمون وملح بكمون وكزبره وحبه توابل بطاطس. ودي البطاطس عملنا فيها ايه؟ كل اللي عملناه ان احنا سلقناها. هي ممكن تعملها على البخار لما تكون الرجيم ايه. هنحط عليها التوابل دي كلها كده وهي سخنه كده، تسيح حته الزبده عليها، ونبقى كده عملنا ايه؟ سلطه بطاطس للرجيم. صلي على النبي. وهنقول بقى ايه؟ احنا هناخد شويه بيكنج باودر وكسرنا 7 بيضات. دي هنعمل الطريقه القديمه، طريقه زمان. هنضرب البيض مع ايه؟ البيكنج باودر كده عشان تخليها نفس تنفش وتبقى حلوه كده. هنحط بقى اللي هي الصلصه بتاعتنا اللي هي ايه؟ بصل وطماطم وخضره، خضره زي بتاع المحشي كده ايه. هنحط ده عليها ونقوم عاملين فيها ايه؟ فلفل اسود، نسينا نحطه على البيض لوحده. ودي العشويه هنحط لها ايه؟ برده شويه ملح وفلفل، وهنخلطها كده. وتعالوا بقى شوفوا معايا هنعمل فيها ايه تاني. يلا. الصينيه ادهناها زيت كده وسخناها، اسمعوا بقى الحركه دي. وروحي حاطه العجه بتاعتك، ما تاخدش 5 دقايق سوا. ودي عجه زمان بتاعت تيتا اللي عمرها بتعملها، ديت على الطريقه بتاعت زمان بتاعت تيتا. هدخلها بقى الفرن على كده. هنحط برده معلقه صغيره دول 3 معالق دقيق، حطينا عليهم حبه لبن وهندوبناهم في اللبن عشان الدقيق ما يبقاش مزرد. المنظر ده بقى فايدك فوق عشان يبقى طعم. عجه الايام دي، الزمن اللي احنا فيه، اصلا الزمن اتغير في كل حاجه. انا ما بحبش احط على عجه دقيق، بس هي العجه بتاعت اليومين دول عليها دقيق. تعالوا بقى هنقلب تاني. البيض ده كان 10 بيضات عشان الخضار ده كتير. حطينا شويه البقدونس عليهم اهو، والكزبره او الشبت والخضار ده. شوفوا بقى هي دي صحيه ومغذيه بقى اكتر، لان انت بتعملي بيض ومعاه خضار كمان، فدي هتبقى اكتر صحيه، هتاكلي عيالك خضار. وهنقلب البيض عليها مع الدقيق مع اللي احنا ايه حطيناه. كل الحاجات ديت مستويه يا دوبك، كل اللي هيتعمل ان البيض هيستوي هو كمان. وعملنا نوعين عجه، واللي يعجبكم جربوا. وتعالوا معايا تاني، سخنا الصينيه برده بمعلقه زيت، وتعالوا شوفوا الطشه دي. وسحت الصينيه مش عايزاها عاليه عشان الحاجه كده ايه تستوي كلها وتاخد كده من كل حاجه مستويه اساسا، بس ما تبقاش تخينه قوي. شفتوا المنظر الجميل ده؟ ودول نوعين عجه، نوع من بتاع زمان ايام زمان، ونوع من الايام الجميله دي. وكده هنحطه في الفرن هو كمان. الحركه دي بتخليه ما يغيبش في الفرن وما يزعلش. على النبي تعالوا شوفوا دي كيكه ولا عجه بقى. دي عجه تيتا الاساسيه اللي طول عمرها بتعملها وما غيرتهاش. اللهم صل على النبي. شويه عجه بقى تاخديهم كده اكل ده في الصينيه ما تشبعيش من جمالها. دي عجه زمان الجميل، الزمن الجميل الحلو بقى. احنا هنحط الاكل بقى كله زي ما هو كده، بس عايزه اطلع لكم ايه قطعه شوفوها. شوفوا قبه وعامله زي كده ازاي. الله 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 على الجميل. تعالوا نطلع قطعه عشان نشوف ايه رايكم في الحلاوه دي من جوه عامله ازاي ومن تحت. حاجه تحفه تحفه بجد. انا بحب الكيكه دي العجه دي عن اي عجه تاني يا جماعه. والعجه التانيه بقى حلوه قوي برده تحفه بجد جميله رخص. النهارده الاكله بجد يعني بصراحه اشتغلت فيها كتير ووقفتني كتير، بس وقفت على فايده يعني، عملت حاجات حلوه. الله سخنه نار.
حاجه تحفه. شايفين قلبها عامل ازاي مفتح وعامله، وكل حاجه فيها بقى مستويه. دي نوعين من العجه اللي يعجبكم بقى اعملوه. وعملنا النوع الفول الجميل ده، شايفين منظر الفول. وده ايه المكدوس اللي احنا عاملينه مع بعض. اللهم صل على النبي، حاجه حلوه قوي. ودي بطاطس الرجيم اللي انا هاكلها. ودي بقى المسقعه اللي احنا عملناها مع بعض، المسقعه. ودي بطاطس اللي احنا عملناها بالثوم والخضره برده كده، وبهارات الفراخ، بهارات البطاطس. واكله تاكل بصراحه تحفه، احلى من اللحمه. بألف هنا وصحه يا رب.